اكل انا حسن بنفطر، فخدت منه ساندوتش. فانا بحط كاتشب كتير زي ما انتم شايفين، انا حطيت كيسين وادي الكيس التالت، وهكمل بقيه الكاتشب اللي انتم شايفينه ده على الساندوتش ده بس. فانا بتحدى حسن ان الكاتشب بيتحط على اي حاجه زي ما ما هينز ما قالت، وادينا هنشوف. لا هنشوف في التحدي يا حبيبي. هنشوف في التحدي مش في ده، لان احنا هنحط في حاجات غريبه زي ما انتم شايفين. هنحط في الحاجات الغريبه اللي انتوا شايفينها دي، هنحط عليها كاتشب دلوقتي ونشوف هنقدر ناكلها ولا لا في التحدي الغريب اللي هو هل الكاتشب ينفع في اي حاجه. بص حسن، يا انا هخسر النهارده بالزوفه. احيه بس كفايه كده حسن، خلاص يلا. مش هتحط الباقي ده؟ لا هحطه بس اعدل بقى المكان يعني. ماشي. لا انا بحط كله. طبعا الناس لازم تعرف الجنون اللي انا هخش معاك فيه. ده سندوتش يا جدعان احنا هنستنى لما يحط الكيسين دول كمان، وبعد كده هنشوف هو بيقطم اول قطمه. اعدله عشان ما يبوظش. اهو بيعدله اهو، هيعدله اهو. يلا استنى بس نعدل كده الدنيا عشان ايه ما يقعش علينا حاجه، عشان لابسين تيشيرت ابيض زي ما انت شايف. ايوه. استنى. بسم الله. القطمه الاولى وبيقع عليك يا ابني اكنه صلصه وهي. شوف شكلك انت وانت بتاكله، شكلك عار. العرض انا عدى العرض ايه ده؟ امال لما نحطه على الكيكه ايه اللي هيحصل؟ استنونا بعد الانترو. رجعت لكم تاني في تحديات بالمجنونه بتاعتي اللي انا بعملها. طبعا زي ما شفتوا في قبل الانترو. خلاص مالكش دعوه. علي صوتك مالكش يا عم، علي صوتك يا عم، الناس بتتخانق منك. ماشي. فرجعنا لكم هنعمل تحدي انا وبقى. ماشي. التحدي الجديد ده هيكون عباره عن ايه؟ اقول لكم. التحدي هيكون عباره عن انهي منتج. شفتوا انتوا ملك الكبده الحاج برنس اللي بيظهر في اعلان هاينز الجديد اللي نزل عمال يفتح السودا ويقول لك ينفع الكاتشب يتحط على اي حاجه؟ انا بقى عايز اتاكد هل الكاتشب ينفع يتحط على اي حاجه، عشان كده جبت المنتجات اللي بتنزل جديده اللي هي الرائعه اللي كلنا بنحبها. هجرب بقى عليها كاتشب تنفع ولا لا. التحدي هيكون ايه؟ بسرعه اقول لكم. لا دي لا، استنى خليك في ده. ماشي. التحدي هيكون عباره عن ايه؟ كل واحد فينا هيمسك منتج، ماشي، هيحط عليه كاتشب وهياكله، والاسرع فينا في اكل المنتج ده هيتحسب له نقطه، وهم 3 منتجات. فاسرع واحد فينا في المنتج هياخد منتجين يعني قبل التاني هيكسب معانا، واللي هيخسر بلاش اقول لكم ايه اللي هيحصل له عشان اوسخ بكتير من الكاتشب على اللي هيحصل. بصوا المنتج الاولاني اللي هنحط عليه كاتشب ماشي كابري ديري ميلك. دي معدوله وربنا دي عدلتها. دي عدتها عند اهلك دي. ماشي. انا اللي فاهم غلط ده ازاي. هنجيب دي، كل واحد فينا هيبقى معاه واحده من كابري ديري ميلك دي، وهنحط عليها كاتشب دلوقتي مع بعضينا. ويا رب عدنا على اللي احنا بنعمله ده، معلش اتجننا. لا طبعا شفتوني اما اكلت انا الساندوتش عليه كاتشب قد ايه. وري انت بتعمل ايه. طب استنى مش اما امسكها. اما تمسكها بتاعه صغيره اصلا، انت فاهم. ما شاء الله. لازم انا قاعد تفتح من هنا عشان ما احط عليها كاتشب الدنيا ما تتبهدلش، صاحب القهوه ما يجريش ورانا. بصوا يا جماعه تفتحوها من هنا كان الناس اللي ما تعرفش السر. ارفع ايدك ليه؟ يعني انت ساعه ما فتحتها بتنزل البتاع دي. اهي وربنا اهي كده اهي. ما شاء الله. لسه يا جماعه احنا خلاص دخلنا في الصيف، فهي عشان كده انت حاطط تحت يا باشمهندس شفاش. بتاعتك مفتوحه. انا بقى بص يا ابني يا جدعان، حط صباعك كده. انا اللي فاتحها يعني. ماشي. لا اله الا الله. كده اهو كده اهو، وانت بقى بتفتحها تتكسر معاك، فتعمل ايه عشان ما تتكسرش؟ كده ايدك بس. ماشي. كمل فتحها عادي بالراحه. عيب بس ان احنا بنصور في الشتاء عشان كده بتسيح بسرعه. كان صفر. ماشي. يا سبحان الله. اهي لهوي على دي، حرام دي تتحط عليها كاتشب وبوز، حرام. اهي هنحط مع بعضنا الكاتشب مع بعض.
هات الكاتشب. انت عملتها ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ دي طبعا حلو. ايوه انت هتحط الكاتشب وهي كده؟ لا انا مجهز نفسي، انا ماليش علاقه بيك. احنا هنحط الكاتشب ونقول لازم يا ابني ترفع للناس وتوريها وانت بتحط الكاتشب عليها. اهو كاتشب هاينز طبعا. اوريهم اللي ازاي قالت مش احنا. هتقع اهي. بص يا جماعه. لا انت جيبها في شويه في الكاميرا. ايوه يا نسيني تعالى. انا يطلع ايمن ابو انت اللي عايز. انا مش عايز والله، انا عايزك تنسحب. لا انا عن نفسي انا مش هنسحب. استنى ما تاكلش اي حاجه، ربنا كمان جاهزه. السلطه هيحط عليها كاتشب. شكلها يوحي كده ان هي طعمها هيبقى حلو. يلا حسن. يبقى استغفر الله العظيم ولا اله الا الله وحول ولا قوه الا بالله. انت بتشكل. كمل الكيس. لا مش الكيس. انا حاطط الكيس كله. اشتغل بقى يا ابني الناس تقول علينا مجانين. مش مشكله. اهم حاجه ما نروحش تاخد المستشفى. شويه بس كده عشان انت. شكله اهو ماشي. ماشي. يلا يا جماعه. ارفعها يا بابا وريها للناس قبل ما تاكل. والله جيبها بقى كده على الطرف. لا مفيش حاجه اسمها على الطرف. انت اصل هو من جاردن سيتي وانا ممثل قديم زي ما انتم شايفين. معلش هتاكل. يلا بسم الله. بسم الله. ابن المجنونه ده هو لسه مش هفتح دلوقتي. بسم الله. ممنوع تستعمل اي محسنات. ما دي راحت فين؟ ما يجيب. واحد ماشي بيبص علينا مش مشكله. والله طعمها حلو. اكلتها. بس انا بقى عشان اتقمص دوري اللي انا بتقمصه على فكره. اول حاجه ماشي، الشوكولاته بتاع الكاتشب دي بصراحه حلوه جدا، ممكن تتعمل عادي. بسم الله. طعمها جامد بس يا جماعه. طعمها جامد بس اقسم بالله. انا اكلت اول حته الحته الصغيره دي لقيت طعمها حلو ورحت دايس الثانيه على طول ما بستناش انا. والله ما كنت فاكر مثلا هاخد قطمه واروح المستشفى بعد كده. لا بس طعمها حلو والله. طعمها جميل جدا. اتفاجئت. هات اللي بعد كده يا حسن. لانها طلع طعمها حلو فاللي بعديها معلش. ده انا اللي من مصر القديمه جبت منديل ومسحت ايدي. اللي من جاردن سيتي عمال ينفض ايدي. كمل يا حسن. ايه في الوقت عشان نجيب المنتج انا كده انا اللي كسبت نقطه في اول منتج لان انا اللي كلت اسرع واحد. وانا اول ما كلت اول حته الصراحه لا او مش كلتها كده. انا اول ما كلت اول حته اللي هي الحته الصغيره اللي اتكسرت لقيت طعمها جامد رحت ضارب الثانيه. مش هستنى بقى اعمل لك كده. انا لما عملت تحديات قبل كده وجبت الايس كريم بالعيش وبتاع وكلته انا نفسي شخصيا ولقيت طعمه حلو. ففي حاجات غريبه في ميكسات كده الواحد بيعملها غريبه بس بيبقى طعمها حلو. يعني انا ما توقعتش ان الكاتشب على انا باكل كاتشب بغباوه في اي اكل بس ما توقعتش ان الكاتشب على الشوكولاته يبقى طعمه حلو يعني. بس هو يمكن لا طلع طعمه عشان الكاتشب هاينز والشوكولاته ديري ميلك. ولا انا كده بطبل؟ ايه علاقه ده انت كمان؟ ماشي ما علينا. نخش بقى مع بعضينا على المنتج. بس انا بنصح الناس تجيب المنتج. انت اللي بتعمله ده عشان اقول انا لهم بنصح الناس جدا تجيب الميكس ده تعمله. بس اللي اقل من 18 سنه ما يجربوش لان انا مش مسؤول على اي حد ممكن يموت في جيبوا تبول بس هو طعمها حلو. يا جماعه استنى نحيي الموتوسيكل اللي قرفنا حبيبي. بس خليكم فاكرين انا كده واحد وهو صفر. هتلاقوا واحد محطوط هنا وهو هتلاقي صفر محطوط جنب منه هنا. 1-0. ده المنتج الثاني وينكز. طبعا عارفين كلنا عارفين وينكز. وينكز اكسترا ومشهور العيال. احنا افتح انا ولا انت بس؟ لا افتح ده العادي. نروح عاملين دي هنلاقيها على ظهرها نروح عاملينها عشان نحط انت كل اللي انت بتوريه تحت ده ما بيبانش. اهو هي دي. هات كيس بقى كاتشب عشان احط انا. بص يا جدعان اهي بس طلعناها مفيش اي مشاكل. حطيناها هنا بص قدام الناس. ده انا خبره يا اخي. اهو يا عم اهو انت مش الكاميرا واطيه شويه اهي يا عم اهو عاليه شويه. ما هي اهي حطيت لها دلوقتي الكاتشب عليها وبعد كده بينا للناس تاني قبل ما ناكل. هات يا عم كده هات الكاتشب. بس يا جماعه اهو اتاكد ان انا ما اقدرش اعيش برضه. لا الاغنيه دي السر وهقول لك ما بينزلش يابا. انا مش هشتغل ده ما فيش ثانيه ساعات دي ما توحشني وارتحت معاك. وريها للناس شكلها كده عامله زي توينجز اللي بالفراوله يا جدعان. يعني اكني فارش فراوله عليها. تخيل التخيل خلي بالك بينفع.
دي لواحد صاحبك وقول له ايه خد كوتوينكس دي بالفراوله، لا اقول لامي عاملاها في البيت اضحك عليه. وقول له عليها كدبه ابريل. اهي يا جماعه. ايه رايكم كده يا جدعان؟ يلا جامده صح؟ جامده شكلك هترجع دلوقتي احسن انت. اصل دي كيكه كاتشب وفي جواها كريمه. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. نعدل بس الكيكه بس عشان يا باشا انا اللي هاخد القطمه الاولانيه. لا مفيش حاجه اسمها القطمه الاولانيه، احنا متفقين اللي يخلص البتاع بس عشان انا بعرف لازم بقعد فتره امسكها، لسه كنت بمسكها لقيتها اتكلمت اهو اول ما اقول ابدا. شكلها يا جدعان بص عامله ازاي، مين فينا شكله احسن؟ اهو انا طبعا. طب مش مشكله. بسم الله. واحد، تعالى يابا كده سيبنا. اهو اتنين بس هتسبلنا يا عم خلص. تلاتة. طعمها جامد بس يا جدعان والله طعمها حلو. انت ما تعرفش تعمل حاجه خاصه وربنا طعمها حلو. اقول لك مين اللي حلو في عيلتكم وما تزعلش؟ طب وربنا الكاتشب اما انا دقته مع الكريمه اللي جوه طعمها جامد، لما انت كنت عليهم طعمها وحش. غصب يا حبيبي. غصب؟ لا مفيش حاجه اسمها غصب، ممكن ما تكملش عادي، ما انت كده خسرت، ما انا اللي خلصت. ما ينفعش. لا نضرب بس الكلام اللي احنا عملناه ده عشان نسحب القهوه ما تجيش ورانا. هات الزباله دي. مش مشكله يا جدعان يعني كلنا وعلينا بقالنا فتره مع بعض يعني. لو ينفع يا حبيبي تبقى انت كسبت، ما نخشش على المنتج الثالث. لا المنتج التالت ده بقى حاجه اسطوريه كده، ده بقى اللي انا متاكد ان هيحصل حاجه من الاثنين، يا هتفرقع في وشنا يا هتنفجر يا هتنفجر. نقفل عبال ما خلينا نشوف. يلا حسن. طبعا دلوقتي واحنا قاعدين جم اتنين صحابنا قلنا لهم على الخيبه اللي احنا بنعملها ماشي، فواحد فيهم بالنسبه للتحدي الجاي هو بيدرس فقه عامه يعني. بالنسبه للتحدي الجاي الثالث اللي احنا لسه ما جربناهوش، لسه هنقول لكم عليه. لما قلنا له عليه قام راح ضاحك ضحكه شريره ماشي، وغالبا هو فقه ماشي، غالبا كان هيكفر بسببنا، وقال لنا اللي انتوا تعملوه دي حاجه ماشي متحرمه اكتر من لحم الخنزير، خلاص متحرمه حرمانيه لبس الذهب للرجاله. قلت له ليه يا عم وانا هنعمل ايه؟ قال لي قولوا للناس انتوا تعملوا ايه الاول. نشرب بيبس بس هنحط جواه كاتشب. بص تنفع عرض يا ده بيبسي وهاينز يعملوا العرض دوت. هنجرب اللي يشرب واحده بيبسي بهاينز كده اهو يا هنرجع يا هنقوم من هنا يعني. هنحط هاينز بس يمين شمال انا كسبت يعني خلاص. هنحط هاينز جوه البيبسي دي ب10 نقط لوحدها، اللي هيشرب الاول هو اللي هيكون كسب. يلا بسم الله. فتحناها. مش وريهم وانت بتحط عشان لو عملت دي كده هتتهلك. كده بعد يجي يقول لك نوع من انواع الخمور كفره. بقول لك متحرم اكتر من لحم الخنزير. بتاع بتفوق. حطينا الكاتشب في البيبسي. كمل اهو مفيش اي حاجه اهي. ايه ده في ده؟ بص انا حطيت نقطه منها بره. كله تمام. حطيت نقطه منها بره عشان اعرف ايه التفاعل اللي بيحصل. ما لقيتش اي تفاعل الحمد لله. طب يلا بسم الله. انا عامه ما بشربش البيبسي بسرعه. صور فيه طعم حلاوه. ايه ده؟ بسم الله. طعم بيبسي. لا والله طعم البيبسي مختلف. رقاها تخش جواها كده ايه تظبطها. تمام. لا انا مش هعرف الشبه زي انت بتشربها كده، اصل انا في معده حضرتك انت ما فيه. ياه بيبسي خرافه، ضيعت طعم الكاتشب خالص. كنت عايز 20 كيس كاتشب بس هو التحدي قايم على كيس. غالبا ايه اللي حصل؟
كيس الكاتشب دخل جوه عشان الكاتشب ما بيعملش اي تفاعل مع البيبس، ودي كانت حاجه ما اعرفهاش ابدا. غالبا اتركز تحت عشان كده طعمه لحد دلوقتي مش ظاهر في البيبس عادي. على طول كده في شمال، كده في شمال والله. امشي كده في المين. جوجل ماب بتاع المنطقه. طبعا هو خد الفرصه دي وعمال يشرب في البيبسي وانا بكلم الراجل. تكلم حد في مثلا بيتكلم معاك تصدق تحمل بند؟ اول ما طعمه يبان حاسس ان انت عايز ترجع. اه انت كسبت يا باشا وانا مش هشرب الباقي ده. ايه ده؟ مجرد ما طعم الهاينز دخل مع البيبسي في البتاع ما بقتش قادر تشرب. يا جماعه دلوقتي احنا حسن كان هيرجع في ايدي بس عشان كده بصلنا الفيديو. هي بعد يا اللي هو عملها دي هو يا فاهم. اللي احنا دقناه اكتر حاجه ما تنفعش تحط عليها كاتشب البيبسي. مع منك لما بتاكل همبرجر ولا اي حاجه بتبقى بتشرب بيبسي لا وتاكل. بيبقى مع الاكل، بيبقى مع الاكل حاجه وهنا حاجه هنا جواها. مجرد ما بقى جواها كانت طعم زباله. تمام. واحسن منتج عجبني بالنسبه لي انا كبهاء ان لما حطيت الشوكولاته على الكاتشب، يعني كاتشب على الشوكولاته، تمام. دي احلى حاجه اللي هي اول منتج فعلا وكانت انت عجباني. انا بالنسبه كمان لك ايه كانت دي احلى حاجه. تمام. والمفروض كان في عقاب بس حسن كان هيموت في ايدي فمش هينفع، فانا خدت منه بقى ايه يعني انا عقابي الجديد ان انا احط ايدي عليه كده، ده عقاب. تخيل انت حاطط ايدك على صرصار مثلا، هو ده نفس انا في العاده اطول منك على فكره، انا اللي بحط ايدي على كتفك. ما جاتش مره انت لا ما تعمليش كده، انا ممكن اعدل نفسي. ايوه. فانا عقابه اللي انا خدت منه الشوكولاته دي على حسابه، هي يعني مش عقاب قوي بس عشان هو ايه ما يموتش في هي ايدي. دي بقى كانت ولا بلاش. هو عقابه كان ان دي ياخدها كده ويحط عليها مايونيز، بس للاسف لا انا لو عملت كده هيموت في ايدي. شخصيه يا اما زارين ويا اما ممكن هي اللي هتكمل في الفيديو وانا مش هكمل. انا كده هيموت يا عيني وهيحتلوا القناه. هم اصلا عايزين يحتلوا القناه من دلوقتي. ما علينا. اقفل يا عم الفيديو. لو عجبكم يا عم اكلم الناس، انا بقى 5 في ايه. كلم الناس يا عم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، تعملوا له سبسكرايب. تعملوا لايك. ده عيب انك تصور في الشارع، اللي يعرفك واللي ما يعرفكش يقعد يسالك على حاجات. كل شويه بني ادمين تسال فين الطريق، طب احنا مالنا انا شيخ الحاره. ما علينا. لو عجبك الفيديو هتدوس لايك، تعمل سبسكرايب من تحت، وهتلاقي اللينك بتاع الفيديو بتاعي في الديسكربشن تحت. تمام. انت مالك يا حبيبي في ايه؟ مصدوم والله، انا عايز بطني تخف. وتقول ايه رايك في الفيديو ده، ولو فكرت تعمل نفس التحدي اعمله في فيديو وابعته لنا واحنا هننزله عندنا في القناه. ده والله اراك توزع من مال امك يا عم بقى يلا هتفرق.